الموبايل اللي معانا ده اتعمل عليه اختبارات واتحدى كل الناس اللي على اليوتيوب ان هم يكسروه ومحدش قدر ان هو يكسره. هو بقى خبط ورزع وتخبيط بالشاكوش وكل حاجه فيه. الموبايل ده ما بيتكسرش حرفيا. الميزه اللي فيه ان ده موبايل هو ارخص موبايل موجود في السوق المصري حاليا وامتن موبايل موجود في الفئه دي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل جديد من شركه ريلمي. الموبايل اللي معانا هو موبايل قوي جدا من ناحية المتانة، بالرغم ان هو جاي بخامات بسيطة عادية جدا للفئة بتاعته، لكن الموبايل ده حرفيا ما بيتكسرش. الموبايل ده محمي من كل حتة. الموبايل ده لو انت واحد بتستخدم الموبايل في حتة بره البيت كتير، فالموبايل ده عمره ما هيتكسر منك. والموبايل اللي معانا هو الريلمي نوت 50. نوت 50 هو من ارخص الموبايلات اللي موجودة في مصر في هذه السنة 2024، ولكن الصراحة تقال ان بالرغم ان في منافسين في نفس السعر ده هنتكلم عليهم في فيديوهات تانية ان شاء الله، فما تنسانيش تعمل لايك وتعمل زر الجرس تفعله علشان الفيديوهات اللي جايه كلها هتبقى على الموبايلات برضه بسعر حنين وبتقدم قيمه مقبوله جدا. بس الموبايل ده افضل حاجه فيه ان هو بيميزه ايه؟ الديزاين بتاعه. ديزاين الموبايل ده من احلى الديزاينات اللي موجوده في نفس الفئه الاقتصاديه اللي هي ارخص واحده حاليا. الموبايل بيجي بلونين، الاسود والازرق، واللون الازرق هنا تحفه لان انت عندك الطبقه اللي فوق من الكاميرات لونها مختلف عن الطبقه اللي تحت شويه، تحس ان هي افتح شويه عن الطبقه اللي تحت، والاتنين شكلهم جميل جدا، عاملين كونتراست ممتاز الصراحه. وانا زي ما قلت لك من شويه ان الموبايل متانته قويه جدا والموبايل ما بيتكسرش، سواء بقى لو انت وقعته على ظهره حتى بالكاميرات اللي بارزه ما بتتكسر، او حتى على الشاشه. برغم ده كله ان الموبايل اصلا مصنوع من البلاستيك بالكامل، حتى الاطار بتاعه من البلاستيك. والموبايل وزنه 186 جرام، وكمان هو طارد للميه والاتربه بمعيار الاي بي 54. شاشه الموبايل هنا هي اتش دي بلس، بتيجي اي بي اس ال سي دي في 600 في 720 بكثافه بكسلات 260 بكسل لكل بوصه. وعندك كمان هنا الشاشه، ان الميزه دلوقتي ان كل حاجه بقت ثابته على 90 هرتز. الموبايلات كلها دلوقتي بقى بتنزل اول حاجه كده ستاندرد 90 هرتز، ودي حاجه كويسه جدا في الموبايل لان الموبايل هيبقى سلس جدا معاك. وسطوع الشاشه هنا هو 560 نتس، هو مش افضل حاجه موجوده في الفئه، ولكن هو هتقدر ان انت تشوفه بطريقه مقبوله في اشعه الشمس. الموبايل بيجي بنسختين، واحده 64 جيجا وواحده 128 جيجا. ال 64 3 جيجا رام وال 128 4 جيجا رام. والذاكرات الداخليه اللي موجوده في النسختين بيجوا بنوع الاي ام ام سي 5.1، وطبعا دول مش اسرع حاجه موجودين، لو يو اف اس كانت هتبقى اسرع بكتير. والفرق ما بين الاي ام ام سي واليو اف اس عامله زي الهارد الاتش دي والاس اس دي بالظبط كده. الموبايل كمان هنا بيدعم لك ان انت تحط شريحتين وكمان معاهم ميموري كارت خارجي، غير كمان ان انت تقدر تزود من الموبايل نفسه 4 جيجا زياده من الذاكره الداخليه، ويبقى معاك كلهم 8 جيجا رام. طبعا ده لو انت جبت نسخه ال 128 جيجا او 4 جيجا رام. طبعا انا انصح باعلى نسخه على طول. بالنسبه بقى للمعالج بتاع الموبايل هنا، هو المعالج ده مش اقوى حاجه موجوده. الموبايل بيجي بمعالج تايجر تي 612، المعالج اللي موجود في نفس اخوه يعتبر اللي هو الريلمي سي 51، ولكن هو نسبة ان هو يعتبر المعالج ده مش جاي للالعاب، ولكن هو بيقدم تجربة للالعاب 30 فريم مقبولة بشكل ما، لان هو ثابت ومستقر ما بيعلقش سواء في الفايتات او عامة. لكن طبعا هو مش للجيمنج، مفيش ولا تقطيع ولا اي لاج، الدنيا جميلة جدا. غير كمان ان هو بيجي بالسوفت وير بتاع ريلمي من اسس السوفت ويرز الموجودة في العالم زي ما انا ما قلت قبل كده، وهو بيجي بالسوفت وير ريلمي يو اي تي، وده هو احدث اصدار من شركة ريلمي، ولكن هو بنسخة مخففة علشان تكون الدنيا معاك سلسة اكتر. يعني ايه كلمه مخففه؟ يعني ببساطه شديده بتلاقي ان في مثلا بعض الاوبشنز اللي هي مثلا في الاضافات بتاعه السوفت وير بتبقى متشاله هنا، او بعض التضحيات في الحاجات اللي هي الاضافات او الاختصارات اللي موجوده مش بتبقى موجوده، ولكن الاختصارات الاساسيه بتاعه السوفت وير بتبقى موجوده عادي علشان هي تقدر تديك سلاسه افضل. وكمان هنا معاك المعالج الرسومي اللي هو المالي جي 57، فبيقدم لك تجربه استخدام ممتازه جدا في الاستخدام اليومي. البطاريه اللي موجوده في الموبايل 5000 ملي امبير، شاحن موجود كمان في العلبه سرعته 10 واط. طبعا 10 واط دي هو السلحفاه اسرع منه، ولكن عامه الموبايل ده هيقدر يقعد معاك، الموبايل هيقدر يقعد معاك فتره طويله. 5000 ملي امبير رقم كبير جدا. الموبايل هنا لما تيجي تشوفه من الاول هتلاقي ان هو 3 كاميرات، ولكن هي كاميرتين والثالثه دي هو فلاش. والكاميرا الاولى هي 13 ميجا بكسل بفتحه حاسه اف 2.2، والكاميرا الثانيه هي مساعده للكاميرا الاساسيه لانها هي كاميرا بتيجي ب 0.08، هي كاميرا بتساعد مع الكاميرا الاساسيه. والكاميرا السيلفي هنا هي 5 ميجا بكسل بفتحه حاسه اف 2.2. تصوير الكاميرات سواء بقى في الخلفيه او العاديه بيجي فول اتش دي 1080 30 فريم. تعالى بقى نتكلم عن تجربه الالوان في شاشه الموبايل. هي الصراحه كويسه ممتازه جدا، الالوان بتاعتها مقبوله وحلوه جدا. شركه ريلمي بتحب ان هي تميل للحاجات المشبعه، فالالوان هنا الصراحه جميله جدا ومرضيه جدا للعين، ممتازه. انا ما عنديش اي مشكله
على الشاشه. غير كمان ان هو هنا في السوفت وير عامل لك حركه جميله جدا اللي هي الدايناميك ايلاند، لما بتيجي بتظهر بشكل جميل، وكمان عامله انيميشن حلو جدا. فالسوفت وير عامل شكل حلو جدا، وكمان الالوان بتاعت الشاشه حلوه ومقبوله ومرضيه جدا الى حد ما. بس المشكله الوحيده ان الدايناميك ايلاند هي مش شغاله غير في بعض البرامج اللي موجوده في الموبايل. يعني مثلا زي ما انت لما تيجي تشحن الموبايل فهتلاقيها ظهرت لك ايقونه على الدايناميك ايلاند بشكل حلو جدا، ولكن ممكن مثلا في النوتيفيكيشن في حاجات عاديه ممكن ما تظهرش، بتبقى على حسب هي مدعومه كام برنامج والبرامج التانيه لا. دي بس المشكله التانيه طبعا اللي انت عندك السرعه هنا بتاعه الموبايل في الشحن هي هتبقى بطيئه جدا جدا جدا. 10 واط دي بطيئه قوي. الحاجه التانيه برضو اللي انا عايز اتكلم عليها وهو الكاميرات ما تقدرش ان انت تعتمد عليها غير لما لازم ان انت تعمل ايديت، او لو انت ممكن تصور في حته تكون الاضاءه فيها كويسه جدا وممتازه هتقدر ان انت تاخد كواليتي كويسه جدا. ولكن الكاميرات دي للاسف لا يعتمد عليها. بص، ما انا موجوده هنا هي في زرار الباور وسريعه جدا وما بتغلطش، وكمان عندك خاصيه الفيس اي دي، وكمان انت عندك هنا معظم المستشعرات اللي موجوده كلها شغاله بامتياز. وانا الصراحه كان نفسي ان الموبايل ده يبقى اقوى من كده بكتير، بان هو يجي بنسخه 128 جيجا 8 جيجا رام على الاقل. الموبايل ده كان هيقدر ان هو يعدي معاك ويقعد معاك حبه حلوين، لان 8 جيجا رام هتفرق كتير جدا كمان معاك في الموبايل. بس ده كله لان الموبايل بيجي بالسعر الرسمي بتاعه في مصر ب 4300 جنيه للنسخه ال 64 جيجا و3 جيجا رام، والنسخه ال 128 جيجا 4 جيجا رام بيجي بسعر 4900 جنيه، وده السعر الرسمي. يعني ممكن يقل اكتر من كده. ده كل الفيديو عجبكم ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب. معاكم عمر يعني، في امان الله.